السلام عليكم. مركز جراحات الشخير، وزي ما بنقول دايما من فضل ربنا علينا من نجاح لنجاح. النهارده معانا عائله احمد. الاستاذ احمد جاي لنا من الامارات، عمليه شخير، مشكله في الانف، مشكله في الحلق، ووالده معانا. انا احب ابدا دايما بالجار المريض. ما تقول لي احمد اخباره ايه؟ احنا طبعا الاول هو بقى يمكن فتره ضخمه، يمكن مش اقل من 15 سنه. يعني كانت اساسا كوره جت وعملت مشكله، طوبه كسرت مناخيره وبتاع، وطبعا بدات تضيق النفس، ولما كبر بقى اللوستين وراح عمل عمليه قبل كده في مناخيره. صح؟ عملت لحميه، اساسات لحميه بالليزر. ايوه، بس ما عملتش نتيجه الصراحه. جابت نتيجه؟ خالص. مفيش نتيجه خالص. لا مفيش نتيجه خالص. قول لي بقى في ال10 ايام اللي احنا في عملناها الفتره دي طبعا احنا اللي بنحس بيها ان هو نايم ونعسان. احنا حاسين الشخير مفيش نهائي. اللي في ال10 ايام دول. في ال10 ايام دول قبل كده كان في شخير جامد؟ قبل كده كنا نسمع الشخير مثلا، يعني هو مثلا فوضى مثلا على بعد مثلا 3-4 ايوه نوم. يا نهار ابيض. وصنون فعلا صوت يعني مزعج جدا جدا يعني. تمام. الحمد لله في خلال الفتره دي بعد العمليه مفيش حاجه خالص. هي الحمد لله دي كانت بدايه بشرى بخير يعني. الحمد لله. طبعا لما دلوقتي اتشالت الدعامه كمان هو طمني بقى، بيحس بالتنفس. اتكلم انت بقى، قول حاجه بقى. انت قاعد تضحك من اول ما دخلت. لا طمني. طبعا انا اول حاجه يهمني طبعا ان اعرف اتنفس. كويس. انا دلوقتي حاسس بفرق كبير جدا عن ان انا بتنفس دلوقتي، بعرف اشم هواء تمام. بعد ما شلت الدعامه. وانا كنت جاي الصراحه من الامارات، كنت جاي قلقان. ليه؟ لان انا قول كنت لي. سمعت ان العمليه مقلقه، ممكن يكون فيها مشاكل على كبر. ايه اللي هي كبر؟ انت 30 سنه. اللوز انا سمعت اللي هي على كبر ممكن تعمل مشاكل، مش عارف ايه. كنت سامع اشاعات يعني. والصراحه كان عندي اكتر من اوبشن، ممكن اروح هنا ولا اروح هنا ولا اروح هنا. كويس. بس انا تابعت الريفيوز اللي كانت عليك، وشفت اللقاءات، شفت حتى البرنامج اللي انت طالع في القاهره والناس. كويس. فده اللي خلاني اطمن. تمام. انا قلت خلاص، لا انا رايح لدكتور هو فاهم هيعمل ايه. تمام. رحت لحد قبليه؟ رحت الحقيقة. في الامارات، رحت لحد قبلك. قال ايه؟ كانوا خوفوني يعني. حتى لما يعني الدكاتره هم اللي خوفوك؟ قالوا ايه؟ قالوا لي هو اللي قال لي اصلا. الدكتور قال لي ان موضوع اللوز على كبر ممكن يكون فيه مشاكل وكده. كويس. بس الصراحه لما شفت الريفيوز اللي انت عاملها على الفيس وكده، ولقيت ان الناس بتتكلم باريحيه وحسوا براحه بعد اللي عملوه، فقلت لا لازم اعملها يعني. وجيت عملتها. اللي انت لقيت الريفيوز اللي انت شفتها قبل العمليه، انت حسيتها دلوقتي؟ بصراحه والله. يعني حاسس ان انت اللي انت شفته اللي أنا حصل فيك زي ما بيقولوا، هي نفس النتيجه يعني. نفس النتيجه يعني ما طلعش كمان. لان حتى ممكن تكون الناس اللي جت قبلي ما اعرفش يعني، بس ممكن يكون عندهم مشكله بس في الجلد بس او في انما كان عندي مشاكل كتير. انت ادرى، انت شفت كان عندي مشاكل قد ايه. حسيت ان انت اتحسنت بكتير والله. كم في المية تقريبا؟ ان شاء الله تبقى 100%. 100% ان شاء الله. انت قلت لي ان انت قاعد تعمل العمليه وبتاع عشان عايز تتجوز، صح ولا انت متجوز؟ ان شاء الله. لا مش كده. يعني انت بتعمل عمليه بتجهز نفسك الشخير بقى وبتاع والحاات دي عشان تدخل كده، عشان الجواز، عشان صحتي وعشان قطاع النفس وكده. كان بيضايقك فين قطاع النفس والشخير والكلام؟ كان مثلا اصحى في الصبح الاقي اللي هو اصحى الصبح الاقي عندي تعب. عندي تعب في الصبح لما اصحى ما بعرفش اكمل اليوم كله وابقى صاحي. موضوع انقطاع النفس كان برضو تشتيت في الذهن، وكان بيعمل لي مشاكل كتير قوي في حياتي يعني. موضوع الشخير ده كمان كان لوحده مشكله. موضوع ان انا كنت ابقى نايم اصحى من ما بعرفش اخد نفسي، بتتخنق وانت في الفتره ديت ما لاحظتهاش صراحه. ال10 ايام دول ما لاحظتش ان انا فعلا ما لاحظتش ان انا بصحى مره واحده مخضوض. والبيت يعني ما حسوش بيك وانت نايم فتره ال10 ايام دول؟ لما بيصحى الصبح بص تلاقي يعني وشه كده واحد مش مرتاح، وشه مكشر والله. من الاول طبعا. الاول في ضيق يعني. دلوقتي الحمد لله يعني دلوقتي وشه نفسيته اتحسنت، وشه بقى كده يعني. شايفني انا داخل عليكم، انا داخل بتضحك والله. انا قلت اهو انت من ساعه تدخل انت بتضحك. الحمد لله على سلامتك حبيبي. ويعني ترجع الامارات تاني وتتجوز بقى وتشوف حياتك وانت يعني في دنيا مختلفه. والله بدعي لك ان شاء الله. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك، والحمد لله على سلامه الاسره بقى، والوالد والوالده كله بقى. احنا بنشكرك. لا شكرا جزيلا والله، وبننقل الرساله دي بامانه لكل الناس الثانيه يعني. تمام. انتوا
اللي هيجي هنا جاي وهو مطمئن، جاي المكان المناسب، الخبره. ربنا والمنام. يكرمك، ربنا يكرمك، دي ربنا رسالة- يكرمك، ده اطراء اللي يعني. لازم نقولها يعني لكل الناس. صحيح. ربنا يكرمك. صحيح. راجع تاني امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله 10 ايام كده ومشي. ومسافر تاني والله؟ اما مسافر ترجع إن شاء تزورنا بقى ان شاء الله يعني بعد سنه وانت نازل الاجازه الجايه تيجي وتطمني ايه الاخبار. بس ابقى اجي لك بقى وانا ايه ما عنديش مشاكل، اجي لك كده على ايوه انا بقول لك تيجي تعدي تسلم ان شاء الله باذن الله. الحمد لله سلامتك يا حبيبي، الله الحمد لله يسلمك. سلامتك. ده فضل من ربنا علينا، وزي ما بنقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم.